وده كان الشكل النهائي للصابون بعد ما عملناه. تعالوا اقول لكم عملنا الصابون ازاي في البيت بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا. اهلا بيكم في مطبخ حاجه حلوه. تعالوا يلا بينا اقول لكم ازاي وفرت 125 جنيه من خلال عمل صابون المواعين في البيت بدل ما بنشتري الجاهز من بره. بس قبل ما نبدا في فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. الاول انا كنت بستعمل صابون مواعين فيبا، يعني كنت بحس ان هو موفر شويه عن بريل وفيري وفي نفس الوقت نفس الجوده، بس كان بيوفر معايا كتير. بس للاسف دلوقتي غالي جدا جدا يعني، ورفع في ظل زياده الاسعار. فالعبوه ال2 لتر دي بقت ب50 جنيه. دلوقتي انا توصلت بقى لمنتج تاني، الكيس السحري بالنسبه لي، يعني ده كان توفير. ده صابون بس مش جاهز، يعني هو عبارة عن كيسين جوه، بخفهم بالمية وبيتقلبوا كويس، بيديني 6 لتر من الصابون السائل. صابون كويس وريحته كويسة، ملمسه حلو على الايد. يلا بينا نبدأ واقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجة هنجيب بس جردل كده كبير، اهم حاجة يكون ايه يشيل ال6 لتر، بحيث ان ايه اقدر احط فيه الكمية واقلب براحتي. بس قبل ما نبدأ عايزة الفت نظركم بس الحاجة، نوعية الصابون دي في منها اكتر من اسم، يعني في اسماء تانية انا جربتها في الاول ما ادتنيش نفس النتيجة. مش عارفة، في نوع كان اسمه بريل تقريبا، وفي حاجة اسمها هاي ماكس حاجة كده. الاسماء دي انا لما جربتها ريحتها كانت سيئة جدا، وكان ملمسها على الايد مش حلو. لكن انا لما جربت ده كان كويس جدا. ده اسمه مركز ماركة هاي لوكس. ده في منه بريحة الليمون، وفي منه كمان بريحة التفاح. انا بجرب منه ريحة الليمون بتعجبني قوي. يلا بينا ونشوف هنبدأ ونعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هو جواه كيس في حاجة عاملة زي الجل كده من جوه، ده او الكيس الاولاني. وفي جواه الكيس التاني ده كيس مسحوق فيه باودر كده من جوه. المفروض ان انا هفتح ده وهفضيه وهحط عليه ده. دلوقتي انا فضيت الجل كده كله جوه الجردل. هجيب بقى كيس الباودر ده وهفضيه برضو عليه. ممكن بقى تجيبوا اي عصاية خشب عندكم او معلقة كبيرة زي كده، وبنبدأ ان احنا بنخلط البودرة بالمعجون ده، بنقلبهم كويس جدا لحد ما الحبيبات دي تختفي خالص. يعني الحبيبات دي لازم تختفي خالص. هقعد اقلب فيه كده لحد ما تختفي وهرجع لكم تاني. وكده اهو بعد ما قلبت المعجون اللي كان موجود مع البودرة، شايفين بقى عامل ازاي اهو، بقى بالشكل ده. كده بقى انا هبدأ اضيف المية. طبعا انا عشان اوصله لكده يعني قلبته تقريبا بتاع 3-4 دقايق بايديا كده، وبعد كده هحط المية وهقلب بيها. ممكن بقى تعايروا باي حاجة. احنا محتاجين 6 لتر بس مش هنضيفهم كلهم مرة واحدة، يعني هنضيف 2 كده وهنقلب. بصوا بالشكل ده كده، وهنقعد نقلب كويس. وبعد ما يدوب هنبدأ نحط 2 لتر كمان ونقلب. وهحط 2 لتر كمان وهقلب كويس. اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا نقلب بس كويس، لان كل ما قلبنا كويس كل ما كانت النتيجة افضل، وكل ما كان الصابون اتقل واحلى. انا كده ضفت 4 لتر من المية، هضيف ال2 اللي باقيين وهقعد اقلب بقى كمان شوية. عايزة اقول لكم بقى تقيل جدا. كل ما هتقلبوا اكتر كل ما هتاخدوا نتيجة افضل. اهم حاجة بس ما تقلبوش بحاجة معدن عشان ما تبصش وما تتفاعلش مع الصابون. انتوا قلبوا بقى بحاجة خشب مثلا، ممكن تبقى اي حاجة عندكم متوفرة، ممكن عصاية مقشة قديمة اي حاجة. وده كده الشكل بتاعه بعد ما خلصنا تقليب اهو. شايفين عامل ازاي؟ طبعا الرغوة دي احنا المفروض ان احنا بنسيبه من 2 ل4 ساعات. هتلاقوا الرغوة دي اختفت تماما، مش هتكون موجودة. وتبدأوا بقى انكم تعبوه في جراكن بقى وتشيلوها زي ما انتوا عايزين كده اهو. برضو هجيب شفشة اوريكم شكله.
وده كان الشكل النهائي للصابون بعد ما خلص وعملناه. شايفين قد ايه تقيل وجميل ولونه شفاف. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو اول مرة تشوفونا دوسوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. مع السلامة.